شهيد غدر في عز النهار. جريمة صعبة حصلت في محافظة الإسكندرية، وحق لازم يرجع. والحكاية كلها لا تستدعي كل اللي حصل. هو ايه الحكاية وايه اللي حصل؟ يلا بينا عشان احكي لك التفاصيل الكاملة في اصل الجريمة. اللي ظهر في الصورة قدامكم ده شاب اسمه إبراهيم من محافظة الإسكندرية، وتحديدا من نطاق مربع منطقة السيوف. إبراهيم بيشتغل على توك توك. حصلت خناقة أو مشكلة ما بينه وما بين شخص، ولكن الموضوع انتهى داخل القسم وتصالحوا رسمي وخلاص مفيش موضوع. طالما الموضوع وصل للداخلية أو للشرطة، فالموضوع هنا منتهي. حتى لو أنت غلطان أنا غلطان، لا، الموضوع انتهى طالما احنا اتصالحنا جوه القسم. لكن إبراهيم ما كانش يعرف إن اللي متشله غدر، وإن الحكاية مش هتنتهي كده زي ما هو كان فاكر. خرج من القسم بعد طبعا الصلح اللي حصل دوت مع المحامي بتاعه، على اساس ان هو يروح يستلم التوك توك بتاعه. ما يعرفش اصلا ان اخوه اخذ التوك توك وروح. المهم قالوا له تعالى هنديك التوك توك بس بشرط تصالح او تراضي ابونا. ابراهيم راح، ولا في نيته غدر ولا في نيته مشكله ولا في نيته اي حاجه. رايح عشان خلاص عارف الموضوع انتهى، ورايح يستلم التوك توك عشان يروح بيه لانه مصدر رزقه. ولكنه لما راح اتفاجئ ان في شاب واقف له اسمه عبد الله، اللي ظهر قدامكم في الصورة دوت هو واخواته واكتر من كذا شخص معاه آلة حادة ومستنيينه عشان يضربوه. ومش كده وبس، ده حتى حريمهم كانت بتحدف طوب وازاز على الولد لحد ما وقع على الارض. للاسف الشديد مات. اتغدر بيه وهو ما يعرفش اصلا ان ده هيحصل له. طب هو عمل ايه؟ كل الحكايه ان هو راح عشان ياخد التوك توك بتاعه اللي بيشتغل عليه، اللي هو مصدر رزقه. ليه يحصل فيه كده؟ حق إبراهيم لازم يرجع. حق إبراهيم لازم يرجع عشان خاطر نحس إن إحنا في أمان. ربنا يرحمه طبعا ويصبر أهله على فراقه، ويا رب يرجع له حقه. وسلام.